طيب دي وجبه مشاوي سعرها 88 جنيه، انما بقى دي صينيه مشاوي سعرها 997 جنيه، ودول بقى 6 وجبات مختلفه ب6 اشكال مختلفه وكلهم من نفس المكان وهو قصر المندي. فايه بقى الفرق ما بينهم؟ يلا بينا نشوف. وخلينا بقى نبدا اول حاجه بقى بالوجبات ام 88 جنيه. وهنا قصر المندي عامل لنا 4 وجبات، كفته وطرب وشيش وربع فرخ، واي وجبه من دول بيجي مع واحده دقوس وسمبوكسايه. ده كده حجم العلبه جنب وش يعتبر كويس قوي. خلينا بقى ايه نجرب صباع الكفته ده. جوسي لوسي بوسي وفيه كل حاجه حلوه، طعمه في المظبوط قوي. او صحيح يا جدعان قبل ما انسى، العلب دي بتبقى تيك اواي وديليفري. تعالى بقى ايه نجربها بشويه الدقوس يا سيدي. خلص الكلام. دقوس الخلطه بتاعته حلوه قوي، الرز متبل جامد. الله. هو اصلا ما شاء الله يعني انا قاعد دلوقتي في الفرع بتاع فيصل، هو عباره عن صرح تمام، بيعمل مندي ومشاوي وبتاع، ما شاء الله عليه، وزحمه مش طبيعيه وبتاع. هو اصلا ليه 5 فروع في القاهره، فنعلى بقى بالسعر فجاه لحد 997 جنيه. وانا ما اعرفش ليه 97، يعني ليه ما كملهمش 1000. فقصر المندي عامل 3 صواني، القاضيه والعز، وفي صينيه ثالثه اسمها اللمه، بس الصراحه البادجت خربت مننا جامد، فكفايه علينا الصينيتين بتاع النهارده. يعني بص كده يا صاحبي، ب 997 جنيه هتاخد صينيه عباره عن نص فرخه مندي مع نص فرخه مشويه مع ربع كفته ونفر مندي ونص ممبار مع رز كتير بقى والسلطات والحاجات دي كلها. فنخش بقى اللي بعده، ايه صينيه اللمه. يعني بص هي فيها نص بطه بحالها مع نص كفته ونص صدق ونص ممبار مع نص ورق عنب مع رز كتير وسمبوكسه من ورا، بطه بالزمنه البلدي